بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي، احلى واغلى اخوات في الدنيا؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة باذن الله. جاي لكم ان شاء الله بفيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. حبايبي قبل ما نبدا كده بمحتوى الفيديو، يا ريت نصلي مع بعض على رسوله ونقول اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. افكركم يا حبايبي، لو لسه بتشوفوني وتسمعوني لاول مره، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم مني كل جديد، وعايزه لايكات كتير جدا جدا على الفيديو ده علشان يوصل لاكبر عدد من اخواتنا وحبايبنا ويستفيدوا معانا بتطورات السوق ويعرفوا معانا الاسعار اول باول. ان شاء الله بنزل لكم فيديو الاسعار كل يوم حتى ولو كانت الاسعار ثابته، ونشوف مع بعض السوق رايح بينا على فين. طبعا اسعار البط في الفتره الحاليه كلها في ارتفاع وارتفاع ملحوظ، وكل يوم في زياده، ومش عارفين الدنيا رايحه فين، لاننا كل سنه وانتم طيبين طبعا. داخلين على موسم، وربنا يا رب كده يوفقنا جميعا ويرزقنا حلال طيب مبارك انا وانتم وامة محمد اجمعين. شايفين دي البطه البيور ما شاء الله، اللي هي الفرنساوي البيور. البطه دي بتحول لحمه على، بتجيب 4 كيلو 5 كيلو في 50 يوم. طبعا ده بط تسمين، بنأكل علف طبعا. بتجيب 4 كيلو 5 كيلو في 50 يوم. ده البط الفرنساوي البيور الأصلي. بطة جميلة جدا في التربية، وطبعا هي بط تسمين علشان تكونوا عارفين. بتختلف تماما عن البط الفرنساوي الجعجاع أو الشرشير زي ما بتقولوا عليه. ده كمان البط المولر. البط المولر يا حبايبي بيشيل لحم برضو 4 كيلو 5 كيلو في دورة 80 يوم أو 90 يوم. وكمان الجميزة البيور اللي هي اللحم اللي شايفينها معانا دي، شايفين ما شاء الله حيوية الكتاكيت، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حاجة كده جميلة جدا. الجميزة البيور اللي هي الجميزة اللحم يا حبايبي بتشيل طبعا، بتشيل برضو على معدل تحويل، اللي هي السمراء أبو دقة بيضة، زي ما شفتوها معانا قدامنا في الفيديو. بتشيل برضو 3 كيلو في 50 يوم، برضو مع تأكيل العلف لأنها فراخ تسمين بس طعم البلدي، زيها زي السيس والشبر، وطبعا الهجين العالي. طبعا كتاكيت البرماوي طبعا غنية جدا عن التعريف، أعلى مناعة وحاجة كده جميلة جدا. وكمان أسعارهم كلها أسعار جملة يا جماعة، زي ما قلت لكم قبل كده وبقول لكم دايما. منتجاتهم كلها منتجات شركات، وأسعارهم أسعار جملة، يعني حاجة ما شاء الله فرز أول، وحاجة نظيفة جدا. تاخدوا من عندهم أي حاجة بإذن الله وانتم مطمنين، وتتوكلوا على الله وربنا يرزقنا ويرزقكم جميعا حلال طيب مبارك أنا وأنتم وأمة محمد أجمعين. مش عايزة أطول عليكم وقت الفيديو. طبعا بقول لكم بنصور منين. بصور لكم من معمل وشركات البرماوي، معمل البرماوي مركز ومدينة منية النصر، مثل الخولي مؤمن، ده قهلية. وبقول لكم العنوان مع الأسعار تفصيلا، يعني علشان لو حابين تروحوا. وكمان بسيب لكم كل أرقام التليفونات في آخر الفيديو علشان لو محتاجين رومي أو سمان تتصلوا بيهم قبل ما تروحوا. عامة الأرقام هتبقى في آخر الفيديو، تتصلوا بيهم لو عايزين تستفسروا عن أي حاجة. وكمان إمكانية الشحن بصراحة تسألوا فيها الأستاذ أحمد، هو طبعا هيفيدكم أكتر مني في موضوع الشحن ده، لأن تقريبا بيشحن الأماكن القريبة منهم. فشوفوا اتصلوا بيهم وشوفوا كده الدنيا فيها ايه، لو في إمكانية شحن تمام، أو لو انتوا قريبين منهم تمام. ولو ما فيش بتتفضلوا حضراتكم تاخدوا كل اللي انتوا عايزينه. وإن شاء الله منتجاتهم كلها بسم الله ما شاء الله جودة وحيوية ومناعة وتحويل، أعلى معدلات تحويل بصراحة، وجودة ومناعة مفيش بعد كده. ما شاء الله يعني. نبدأ بقى ونقول الأسعار، مش عايزة أطول عليكم، بس قبل ما نقول الأسعار، لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت ما تنسونيش في اللايك الجميل من ايديكم. ولو لسه بتشوفوني وتسمعوني لاول مره، يا ريت يا حبايبي تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، فضلا طبعا وليس امرا. ويا ريت لايكات كتير جدا على الفيديو ده علشان يوصل لاكبر عدد من اخواتنا وحبايبنا ويستفيدوا معانا بتطورات السوق وتطورات الاسعار كل يوم اول باول. هنقول مع بعض الاسعار ونقول بسم الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنقول الساس والشفر اللي هو الجيل الأول، حاجة كده جيل الأول يا جماعة وفرز أول، حاجة كده جميلة جدا. واللي عامل النهاردة 21 جنيه. كمان الهجين العالي واللي عامل النهاردة برضو 21 جنيه.
الكتكوت الأبيض موجود هناك الأبيض القب، والأفيان المعدل، وكمان الرص والإربو. كل الأنواع دي من الكتاكيت سعرها واحد، واللي عامل النهاردة نزول رهيب جدا في سعر الكتكوت الأبيض. الكتكوت الأبيض النهاردة بكل أنواعه الموجود في معمل البرماوي، واللي عامل النهاردة 22 جنيه. نزول ملحوظ زي ما انتم شايفين معايا، وربنا يوفقنا جميعا. كمان الكتكوت البلدي المهجن هجين عالي، واللي عامل النهاردة 12 جنيه. حبايبي عفوا طبعا صوتي مزعج شوية لاني تعبانة واخدة شوية برد كده، وربنا ييسر امورنا والحمد لله على كل حال. بقول كمان الكتكوت الفيوم البلدي اللي هو البرابر البلدي البياض، واللي عامل النهاردة 13 جنيه. وكمان موجود الكتكوت الفيوم الرزي فرز برابر، واللي عامل النهاردة 18 جنيه. وكمان موجود معانا الكتكوت الفيوم الرزي فرز ديوك، واللي عامل النهاردة 20 جنيه. موجود كمان معانا الكتكوت الفيوم اللحم او الجميزة البيور اللحم، واللي عامل النهاردة 22 جنيه عفوا. موجود كمان السمان عمر 20 يوم، واللي عامل النهاردة 8 جنيه. نيجي بقى للمفاجآت والصدمات الكبيرة جدا. ارتفاع ملحوظ وارتفاع كبير جدا في أسعار البط بجميع أنواعه. ربنا يعافينا يا رب ويوفقنا ونشوف الدنيا رايحة بينا على فين. أسعار رفع جدا. البط المولر اللي هو البط البغال الأصلي اللي لسه متكلمين عنه حالا، واللي عامل النهاردة 50 جنيه. كمان البط المولد اللي هو بيبقى من البط المولر لكن شبه البط السوداني، واللي عامل النهاردة 50 جنيه. موجود كمان معانا البط المسكوفي الار 41 الأصلي يا جماعة، واللي عامل النهاردة 52 جنيه. موجود كمان معانا البط الفرنساوي البيور الأصلي اللي هو بط التسمين اللي بيشيل معدل اللي بيجيب أعلى معدلات تحويل في شهرين مع تأكيل العلف طبعا اللي لسه متكلمين عنه من شوية في أول الفيديو. واللي عامل النهاردة البط البيور الفرنساوي، واللي عامل 41 جنيه. موجود كمان معانا البط الفرنساوي العادة، واللي عامل 35 جنيه، أو البط الشرشيري أو البط الجعجاع زي ما بتقولوا عليه، واللي عامل 35 جنيه. موجود كمان رومي عمر 10 أيام، واللي عامل 40 جنيه. وموجود الرومي اللي هو الفرنساوي 500 جرام، واللي عامل 175 جنيه النهاردة. العنوان بالتفصيل طبعا قبل ما انسى. العنوان المنصورة طريق ديكرنس المنزلة منية النصر بيت الخولي مؤمن بجوار ميدان طيار محمود عبد العزيز. حبايبي موجود هناك كمان موجود في المعمل كمان جميع أدوية التحضير، كل الأدوية اللي التحضير بيحتاجها من مضادات حيوية وأملاح معدنية وكالسيوم. وكمان موجود هناك علافات وسقايات. طبعا كل الحاجات دي عفوا أسعار جملة. شايفين ما شاء الله جمال وحيوية الكتاكيت. كل منتجاتهم يا جماعة منتجات شركات، وحاجة كده فرز أول، حاجة أصلي، حاجة بيور، حاجة بتجيب أعلى معدلات تحويل طبعا، أعلى مناعة وجودة وحيوية، والتحويل السريع جدا جدا لكل منتجات البرماوي. حبايبي بتظهر معانا كل أرقام التليفونات لو حابين تستفسروا منهم عن أي حاجة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأترككم في رعاية الله وأمنه، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.